السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من مطبخ ام مؤيد براء الدين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، امين يا رب العالمين. اليوم جيتكم بوصفه جديده. انا ولادي سماوها ماما ديري لنا حاجه بنينه. هذه هي حاجه بنينه، كيقولوا لي حاجه بنينه ندير لهم هذه. يموتوا عليها، تجي خفيفه وبنينه ومقرمشه وتجي فيها واحد الخفه ما شاء الله. واهم شيء انها سهله التحضير، يعني توجديها في وقفه. نبدأ مباشرة بالمقادير وطريقة التحضير. عندي 2 كيس فرينة، وعندي نص كاس ما بين زبدة دايبة والسمن. انايا درت، تحبوا ديروا زبدة برك، تحبوا ديروا السمن، تحبوا ديروا حتى زيت. انا درت مزيج بين الزبدة والسمن. عندي ملعقة كبيرة مايزينا. عندي ملعقة كبيرة من كاوكاو محمص ومرحي رقيق. وعندي ملعقة كبيرة من جوجلانية محمصة ومرحية اكيد. عندي ملعقة سكر، رشة ملح، ولا بالاحرى ربع ملعقة تاع ملح صغيرة. عندي ملعقة صغيرة تاع لافاني وربع ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. نبدا مباشرة في طريقة التحضير. هنايا عندي الفارينة تاعي لازمكم تغربلوها باش ما ديرش معكم هذيك العجنة البراكس. عندي هنايا ملعقة كبيرة تاع المايزينا ولا نشا، يعني نغربلو كل النواشف، نحطو كل النواشف مع بعضهم باش نبداو نبسوها. هنايا ضفت الكاوكاو محمص والججلانيه، حيضيفوا عليها واحد الطعم، واحد المذاق روعه، حيزيدوها بنه على بنه، وتجي فيها واحد النكهه ورائحه برك يعني تشهي. هنايا ضفت السكر، هاي الخميره قد ما حطيتها، يعني ربع ملعقه صغيره، لانه هاد الحلوه يعني تتقلى. سي بور سا مانيش حابه تنفخلي بزاف باش ما تفتحليش في القليان. خلطت النواشف جيدا، ومن بعد ضفت هاد الزبده والسمن. ما ذوبتهمش لديك الدرجه حتى يوليو يعني كي تذوبوهم، اخليهم يكونوا شويه دافيين ولا حتى اللي بريسك حيبردوا. شوفوا انا ولاو لي تقريبا كي البوماد. ذوبتهم غير في الميكرووند شويه برك، يعني تلقاو روحهم ونحيتهم، ما غريتهمش يذوبوا تماما. هنايا واش عندي الا عندكم ما زهر ديروا ما زهر ديريكتومون مع الماء وبلوا به. انا ما عنديش، درت الماء وحطيت فيه عطر مع الزهر. نبسس جيدا هذيك الفارينه، يعني ندخل فيها هذيك الزبده حتى تبسس معايا، ونبدا يعني نطم فيها بالعقيله حتى تشكل معايا عجينه تكون متماسكه، ما تكونش طريه وما تكونش يابسه كيما عجينه البقلاوه ولا عجينه الكريوش كيف. شوفوا حتى وإلا درتو ماء زهر زيدوا، إلا عندكم عطر ماء الزهر ضيفوه، لأنه حيمد لكم واحد الرائحة روعة. شوفوا القوام تاعها كيفاه. حطيتها هنايا في بابي فيلم وخليتها تروبوزي، يعني ماشي تروبوزي بزاف، واحد 5 دقائق ونبدا نشكل مباشرة. هنايا جبت الحلال وجبت الطابع اللي حنطبعوا به، اي طابع يعني تفضلوه نتوما. نرشوا سطح العمل تاعي بالفارينه باش ما تلصقش معايا كي نطبعوها، ونبداو نطرحوا فيها. شوفوا السمك تاعها كيفاش يكون، ديروها شويه رقيقه، مش رقيقه خلاص، بس المهم رقوها به، يعني بيسك اي نعاودو نغلقوها، نحطوها كشغل دي بتي سوفلي. فوالا، نصف دائره تجي. بالنسبه للحشو، احشيو باي شيء يعني نتوما عندكم متوفر عندكم. الا عندكم شوكولا ايطالي ديروها، ولا عندكم ما عندكمش خلاص ديروا معجون، ما عندكم والو ما ديروا والو، المهم راهم يجيو بنان. برك الا درتهم يعني فارغين من الداخل ما حشيتوهمش من برا، ما ديرهمش سكر كلاص كيما درت انايا، ديروهم في العسل، يعني عسلوهم يجيو بزاف بنان وروعه وخفاف ومقرمشين فيهم واحد البنه رهيبه. انا هنايا كانت عندي شوكولا عطرتيني، ذوبتها على حمام مائي كيما شفتوا دوكا رانا فصل الشتاء، يعني تحكم روحها شويه. ذوبتها ودرتها في اون بوش جوتابل، ونبدا نحطها هنايا، يعني من نديروهاش كومبلي، ندير غير هكا خط باش كي نغلق ما تخرجليش من نومن. الا عندكم معجون ديروا المعجون، ديروا اي حاجه عندكم متوفره. تقدروا حتى ديروا هكا يعني خلط بين حلوه الترك ولا والكاوكاو، وتجمعوها هكا بالكونفيتور ولا العسل وتحشيو بهم ثاني حيجيو بنان. هذا الشيء يعني يكون من ابداعاتكم نتوما واذواقكم اكيد.
نغلقهم برك كي تعودوا تقليو فيه تقفلوا فيه عفوا. اقفلوهم زيروا عليهم مليح. انا كاين حبيبات اللي ما زيرتش عليهم مليح، اكو شفتو مع الاولاد ومع مع الكوزينه دي فوا توليو تخدموا ما على بالكمش راكم ديروا. كاين حبيبات ما زيرتش عليهم مليح ولا غير يعني تفتحوا لي في المقله. ميم تفتحوا لي ما دوك تشوفوا من بعدا يعني ما حيتش هذاك المقطع. ميم تفتحوا لي ولا غير جاو ملاح، يعني ماشي دوك اللي تفتحوا خلاص قالوا شويه برك مهزوزين من فوقا جاوك شغل بومبي. هذه هي. شوفوا هنايا درت هذوك درتهم كبار وهادو درتهم صغار. هنايا حطيت المقله تاعي تسخن، حطو قدامها الكسكاس يعني غير باش الحبه اللي تقليوها تنحيوها مباشره. وبديت نحط الحبيبات تاعي يتقلاو. هنا ما نقصش في النار يعني كيما درتها كيما سخنت الزيت حطيتهم مباشره. شوفوا الحبيبات كاش تقلاو لي يعني بيان دوغي. فوالا ها الحبيبات تاعي الله يبارك. هنايا بعد ما قطروا لي شويه وهما هكاك دافين ما تخليهمش يبردوا خلاص، حنرش عليهم شويه تاع سكر كلاص. يعني ما تخليهمش يبردوا خلاص باسكو الا بردوا ما يحكمش فيهم سكر كلاص. وتحبوا ثاني قلت لكم ديروا لهم العسل وجوجلان من الفوق العسل والكاوكاو كيما حبيتوا نتوما، تولي الاذواق تاعكم. فوالا شوفوا لي الله يبارك. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش تدعموني بجيم كومونتير وابوني وجربوا هذه الحلوه راهي بزاف بنينه وخفيفه وتوجدوها صح في وقفه. وإلا جربتوها وعجبتكم ما تنساوش تخليوا لي آراءكم. مشاهدة طيبة للجميع وشهيتكم في الجنة إن شاء الله. مع السلامة، نلتقي في فيديو آخر.